السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة حاوريكم يا حلوين سر العلاقة بين ابو باروكة نادر العبيد، له من الله ما يستحق. علاقة بينه وبين منو؟ وبين حسناء السوشيال ميديا، عش الماجدي، نار الضلع، ومشامة. طيب انا طبعا كنت قايل يعني على حسب يعني فهمي وحسب نيتي الصافية وقلبي الابيض انه نازل بيريدوني كده يعني، وداري لي مصلحتي وداري يساعدوني وداري يدوني قروش كده وداري يهادوني عشان تقني البيضة دي. اتاريك يا حبيبي الجماعة محرشين من الكيزان بخطة بعيدة المدى. قبل فترة دخلت لي عشان الماجدي في الخاص وموجود الكلام ده، السكرينات موجودة. السلام عليكم يا استاذ صلاح، انا عشان الماجدي صحفية ما بعرفها. المهم دخلت في صفحتها لقيتها صحفية وبتاع، نزل لها كام بوست كده طوالي، يا اخي انت ما استاذة كبيرة وانت وطبعا صورتها زي اللمبة ما شاء الله. وعندي لك مفاجأة، عازماك في بيتي في شقتي. طيب يا اخي في بيتك في شقتك دي يا اخي انت ما قاعدة براك؟ قالت لي قاعدة برا الا رقبتي. كيفك هذا ما ينفع؟ قالت لي لا ما نحن ما حنكون قاعدين برانا، حيكون معانا نادر العبيد تعرفوا؟ قلت له ايوه بتاع اخلاص قرن ده. قال لي يا هو ذاته. قلت له يا اخي كويس والله ما في اي مشكله. بس طبعا بعرف نادر العبيد ده مكان مكاجر، ناس وجدي وناس صلاح مناع ديل. المهم العنوان الساعة كده 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 تريك مشيت لفيت لك يا زول هناك مدينة نصر جنب سيتي ستارز، شقة زي الليل. المهم طلعتها داير ادوس الجرس كده اشوف لك منون ما بيغباني، احوص القطين ابو باروكة تقول يا الليل والفانيلا برتغالية. وين يا استاذ وين يا بتاع؟ قعدنا دخلنا جوا يا ابوي شقه كيف حدادي مدادي. اتاري الجماعه محرشين لهم، قال له شفتوا صلاح سدال البريد الدعم السريع ده بس انتوا سكتوا لينا اشتروه، زول ده بتاع قروش بس. طيب انا ده بتاع قروش امشي للدعم السريع ولا جي قلت بقاطع؟ جابوا الكنتاكي يا ابوي ضرب لك الكنتاكي دخلوا جوا يا زول وكده وقعدوا يتودودوا في المطبخ. طبعا نادر بيخش عندها وبيطلع عادي يعني، ما قلت حاجه يعني، ما في حاجه عادي يعني، اخوان يعني اخوان في الله ما في حاجه. جابوا 3000 صلاح والله يا اخي احنا هديه وما تفهمنا غلط وما بتاع يا اخواننا والله لا والله شلتها قشطها في جيبي. قلت يا ابوي والله كنتاكي و3000 دي ما عندها اي مشكله. بعد كده الحكايه بقت تتوارث، انت البيت بدور لك في الدعم السريع خبط شين، وانا الدعم السريع ده بموت فيه. كلمت يا نادر فرمل شويه يا نادر، الدعم السريع ده قوات مسلحه يا نادر، الكلام ده عيب عليك يا نادر، الكلام ده ما ينفع. اتاري الكيزان قاعدين يبزوا في القروش ويحرشوا فيه ضد الدعم السريع. قال يا نادر انت ربنا سبحانه وتعالى ما يحفظ الزول، ما في زول بيضره بحاجه. انت يا نادر جيت داخل مصر دي بطريقه غير شرعيه، لما انكبسوكنا الصلاح مناع وجدي هناك في تشاد، قمت جاري هربت جيت دخلت مصر بالحدود بالمثلث وجيت داخل كده. المصريين لو عرفوا انك جيت دخلت بطريقه غير شرعيه دي بتقعد اول حاجه قبل ما يرحلوك بتقعد في السجن لما انت عفن كويس، ولسه القروش اللي دفعوا عليك الكيزان ده بقى عندنا الدقع ومنسى يا ابوي، ما عندك اي مشكله، احنا معاك لغايه الاخر والحشاش بلا شبكته.
ال 35,000 دولار رسل لك محمد باشا، وديت منها البيت 5,000 دولار. حبيبي انت زول ما عندك مرده، زول بتاع قروش ساكت، زول خاين للوطن وخاين للدين. بعد ما نزل يوم يجيب على شنو؟ سورة الكهف، قال الوطن يعني خلاص يعني دخل الاسلام. الله اكبر عليك يا نادر. بدل ما انت بقيت تضرب تحت الحزام، والله العظيم انت الخسران. انا ما عندي حاجه ابكي عليها، ولا في زول عنده حاجه يبكي عليها، لكن براك جد لرقبتك. خم وصر. دي الحقنه الاولى، لسه الكورس جاي 8 حقن. زي ما بتقول انت سلام لبقينا من ناس الدنيا، سلام.